السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي الآن مع فصل من فصول قصة عنترة، وهو الفصل الثامن بعنوان علاقة قلقة. أهم الفكر. وقع نبأ غزو قبيلة طي على عبس، وقع الصاعقة، وأسرع الملك طبعا زهير بن جزيمة عائدا لعله يلقي جيش طي فينتصف منه أو ينتقم منه، لكنه لم يجد أثرا لجيش طي. وعندما عاد إلى حلة عبس وجد عيدا صاخبا، أي مرتفع الأصوات بالفرح. وفي العيد اعترف شداد بفضل عنترة وبنسبه. من مظاهر الاحتفال بعنترة أنه كان واسطة العقد في الأسمار، أي أهم شخص في الاحتفالات. وهنا لم يتعرض مالك وعمرو وعمارة من مجالسته ومحادثته لابنة عمه عبلة، فلولاه لأصبحت أمة. وفي النهاية هنشوف حوار بين عنترة وعبلة وهو يوصلها لبيتها. هنا معاني المفردات. هنشوف المعنى من الكلمات دي، هنختار الصح. أسروا نساءها وساقوا حرسها، بمعنى حرسها بمعنى أي كلمة من دول. أيوة، إبلها، طبعا الإبل، السرح الإبل. أنشد الشعر في علاقات الندي. إيه علاقات الندي؟ قال الشعر فين؟ أيوة في المجلس. القلق الذي يساورني، أيوة يصارعني. عبلة علالتي في حياتي، علالتي بمعنى إيه؟ أيوة المناسب، تسليتي، تمام. كان عنترة واسطة العقد في الأسمار، واسطة العقد يعني الإيه؟ أيوة الجوهرة. سار عنترة مع عبلة يشيعها إلى بيتها، يشيعها يعني أيوة هي كلمة يصحبها أو يوصلها. لاح القمر في السماء، أظن دي سهلة جدا جدا، أي من غير اختيارات حتى. أيوة ظهر. الآن قد برح الخفاء يا عبلة وانجلى الأمر. برح الخفاء وانجلى الأمر، واضح الاثنين قريبين من بعض يعني في المعنى. انكشف الخيال وانجلى الأمر، يعني أيوة الكلمة هناك أيوة وضح الأمر. طيب نبتدي نشوف ايه الاحداث. صار عنترة مع عبلة يشيعها الى بيتها، وكان يصف لها مغازيه ونوادر شيبوب وهمومه وينشد الشعر. ده اللي كان بيقوله لها، وكانت سعيده جدا، وهي كانت تقول له احكي لي يا ابن العم، وهو كان سعيد بهذه الكلمه لاول مره يسمعها. تنشوف بقى الحوار بالظبط اللي دار بين عنترة وعبلة. عنترة بيقول لها الناس يتحدثون عنك وعن عمارة. ردت أف لك ولعمارة، أعد علي شعرك، ده أحسن يعني. فرد وقال ما أنا عندك إلا حديث وشعر. طبعا هو اتضايق. قالت له ليتني أعرف السبيل إلى كلمة ترضاها، مش عارفة أرضيك. قال أنت لا تعرفين السبيل إلى تلك الكلمة، لأن قلبك لا ينطوي عليها. فهو رد وقال أنت كنت تخدمين عمارة وتبالغين في إكرامه وتخفين كل ذلك في قلبك. هي طبعا مش هاممها الموضوع ده. عجبا منك يا عنترة، هذا هو ما تعاني؟ هي مش في بالها خالص طبعا. فرد وقال أليس هذا شيء عندك؟ إنك تتخذيني هزوا ولا تريدين أن تكشفي للحقيقة. الويل لعمارة والويل ثم الويل لك. طبعا شد عليها جامد، فهي قالت له إنك ترميني بسهام وتلقي علي من الذنوب ما لا ذنب لي فيه، وهتزعل وهتمشي. فهيجي هنا بقى يصالحها، يقول لها عفوا عبلة، إن شقائي هو الذي حرك لساني، إن دمعة من عينك أفتديها بحياتي. وهيمشي ويقرب منها، هي بقى هتفتكر بيصالحها. راح قال لها إيه؟ هل رضيتي بعمارة حقا؟ طبعا كانت مفاجأة بالنسبة لها، فبصت له وقالت له ما أنا إلا فتاة في بيت أبيها. غزته أكتر طبعا، يعني أنا ماليش كده. فرد عليها وقال لها أتذهبين إلى بيت ابن زياد كما تذهب الأمة مع سيدها؟ غزها أكتر طبعا، دي تضايقها لأنها حرة. كف لسانك يا عنترة، لست أمة إنما الأمة غيري. فرد وقال نعم الأمة غيرك يا عبلة، إنها زبيبة. الآن عرفت ما كنت أبغى، أنا عرفت اللي أنت تقصديه. فردت وقالت قل ما بدا لك فلن أجيبك. وهتمشي وهي زعلانة. هو هيقرب طبعا منها وهيبتدي بقى، يعني هي بتحسب هيصالحها، لكن للأسف هو هيهددها تهديد فظيع.
شوفوا بقى قال لها ايه: ألا فاعلمي يا عبلة إن ابن زياد لن يقترب منك، فأنت لي أنا الذي أحببتك ولا أستطيع أن أحيا إلا بك. سوف أبعث إليك ليلة زفافك رأس هذا الفتى الوسيم ليكون هدية عرسك، وسيتحدث العرب بذكر هديتي. طبعا كانت مفاجأة، هي هتجري مش هتمشي، وهتحاول تدخل الخيمة. هو ولما اقترب من بيت مالك، لما قربوا اعترض طريقة مدا إلي يده كأنما يتذلل إلي بعدما بكت محاولا الاعتذار لها، ولكنها طبعا بكت ومضت إلى الخيمة بتاعتها وهتدخل اهي. فهو اضطر إنه يمشي في الصحراء متجها هائما على وجهه لا أعرف ونادما لما فعل. ما كان الحديث جميل. هنا طبعا المناقشة في انتهى الفصل كده. السؤال ده بتحلوه في الواجب، بتفكروا كويس، ده اللي بيجي في الامتحانات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.